السلام عليكم البنات، كدايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير. وهذا الفيديو لقاكم في احسن حال والاحوال. بغيت اليوم نشارك معكم واحد تجربتي مع القسط الهندي، كيفاش درت لي وكيفاش استعملته. فلا جيت انا نشارك معكم التجربه ديالي، قلت ما نبخلش على المتابعين ديالي وغنشارك معهم هذه التجربه. اكيد كاين ناس بحالي اللي يقدروا يكونوا كيعانيوا هذا المشكل ديال كتعاني مشكل ديال الارهاق، الدار ما كتجمعش ليك، كتلقى راسك غير مسخسخه، مهتمش براسك، يعني بزاف ديال الحوايج. كتلقى راسك كتمرضي دائما. انا ديما لقيت راسي ديما كنمرض، ديما دارني راسي ديما دايخه، ديما كنحط الحاجه ما كنعقلش عليها، داري كترول لي، كنجمعها، كنقي النهار كله وانا كنجدب. قسما بالله الا النهار كله وانا كنجدب وما كتجمعش ليا الدار. كنبغي نحط شي حاجه، نحط يدي على شي حاجه ما كتيسرش ليا. واحد النهار مشيت عند صاحبتي، مشيت دايخه، مشيت على واحد الصخره، ايوا مشيت كما العاده يا البنات. مشيت عند صديقه ديالي وعاودت لها قصتي، قلت لها شنو هادشي، راه اختي راه كثر عليا، راه ما بقيتش قاده نهز الراس، هادشي راه فات ليا الجهد ديالي، راه ما بقيتش قاده، شتي ما عرفتش شنو هو هادشي. وقالت لي اجي نوريك شنو ديري. قالت لي تاخدي لي القسط الهندي. القسط الهندي البنات تاخدوه عواد، كتاخدي. قالت لي عند القسط الهندي، وانا بكثرة ما تزاد عليا الحال مشيت تنجري عند العطار وخديت القسط الهندي. قالت لي خديه يا لاله وتبخري به كل نهار، حاولي تبخري به الدار ديالك، كل نهار تبخري به الدار ديالك، فراغدي تلقاي عليه راحتك. شوفي انا انت لقيتيني دابا انني نايضه وجامعه داري وطيبه غدايا، انت انا بليت عليه بخير. صافي ملي قالتها لي مشيت تنجري، داكشي اللي درت. بديت كنحس براسي كترجع ليا الحياه، كنحس براسي كترجع ليا الروح. شنو هي الروح؟ كنحس براسي وليت شويه. صافي هي هذيك. مني بديت كنحس براسي شويه، ملي كتعجبني شي حاجه كيعجبني نبحث عليها ونعرف اصلها وفصلها. وخديت داك القسط الهندي ودخلت لعمي جوجل. ايوا دخلت للجوجل وبقيت كنبحث على هذيك الوصفه، بقيت كنبحث على القسط الهندي شنو هو وليش تيصلح. لقيتو بحثت على القسط الهندي، لقيتو كيصلح كيعالجوا به السحر، كيعالجوا به، يعني كيطرد يديروا داكشي ديال الروحانيات. كتعاني به مشاكل صحيه كيعالجوا به، كيقتل يعني تيقولوا تيقضي على السرطان، والله اعلى واعلم. المهم جبتوها البنات، جبتوها هو. شوفوا كيفاش دايره ليه. كتاخدي لي القسط الهندي عاوتاني مطحون، هذيك التصفيله اللي قلت لكم في الاول، هذيك كتاخديها عوض وكتبخروا به، كتبخري به الدار كل نهار، كتبخري به الدار. وهذا كتاخديه مطحون وكتخلطيه مع الماء وكتشربيه. هو راه مر، هو راه فيه شويه ديال المروره، مر صراحه، مر ما تقدروش البنات تشربوه لانه مر، ولكن راه غزال. كاع الناس اللي كيعانيو من هاد المشاكل اللي انا عاودت لكم غير شويه من هاد المشاكل اللي انا قلت لكم عليها، فغادي تاخذوه. اللي عنده سحر ماكول، البنات، او اللي عنده شياطين في الدار كترد لك الشياطين من الدار. المهم كاع الحوايج اللي كتعاني منهم، كتحسي براسك عيانه مدقدقه ما قاداش توقفي. المهم غتاخدي هاد الماء وغديريه ليا في كاس ديال الماء، واحد المعالقه، وتقراي عليه القران. تنساوش البنات ضروري القران. كترقي هاد الماء هذا، كترقيه ملي كديري فيه القسط الهندي، فراه كترقيوها البنات. ضروري ضروري من الرقيه، ما كانتش الرقيه ما كاين والو. وحتى ديك القسط الهندي ملي كتبغيو تبخروا به، فحاولوا انكم تبقاو تقراو القران وتقولوا الدعاء المهم كاع الحاجه اللي كضركم قولوها، الحاجه اللي كتعانيو منها الشفاء ان شاء الله. المهم كتاخذوا كما قلت لكم هذا القسط الهندي، كديروه في الماء، كتبقاي تشربيه كل نهار. كتشربيه عاد ملي كيجيك العطش كتمشي تشربيه، كيجيك العطش كتمشي تشربيه. عوض ما تشربي الماء عادي الروبيني، فراه كديري هذا وكتشربيه. ولا قدرتي تغليه، الا قدرتي تغلي الماء فمن الاحسن، الماء المغلي من الاحسن. كتغليه وتشربيه كل نهار. هو كما قلت لكم راه مر. حاولوا كاع اللي عندكم شي واحد يعني حسيتوا به عنده شي سحر، شي ماكول عنده. المهم انا عاودت لكم تجربتي معاه هو غزال. بنات زوين، القسط الهندي غير جربوه، راه زوين بزاف للصحه، زوين جربوه. وبالنسبه كما قلت لكم اللي كيعاني من مشكل ديال الدار ما كتجمعش ليه، عندك الشياطين في الدار، المهم بزاف ديال. المهم كما قلت لكم البنات،
اللي كتعاني من مشكل كما قلت لكم ديال حاسه براسها عندها سحر او حسد او عين، يعني كتحس براسها ما قاده دير والو، دارها كتجمع ما كتجمعش، ولا داك كتغوت عليهم ما كيسمعوش ليك. المهم بزاف ديال الحوايج. فغادي تستعملي كما قلت لك هذا القسط الهندي، راه زوين. هذا تيقولوا من بعد 3 ايام كيبدا يبان المفعول ديالو، كتحسي بواحد الوجع. يعني الا حسيتي بداك الوجع يعني راه عادي، يعني راه غير العلاج هذاك، يعني كتكوني الوصفه كدير المفعول ديالها، يعني كطرد لك داكشي اللي عندك في المصارين ديالك، يعني دوك الروحانيات وداكشي. هادشي اللي فهمت انا من الفيديو. هادشي ماشي تصنت ليه ودرتو، صراحه تصنت ليه ودرتو فعلا فعلا. تجربه زوينه. عنده مفعول. حسيت براسي الحمد لله، اللهم لك الحمد، حسيت براسي بخير. راه زوين بزاف، استعملوه لوليداتكم، استعملوا كاع الناس اللي كتحسوا بهم آدين من العين من الحسد من السحر. ومن احسن الانسان يبدا يرقي راسو، من الاحسن في هذا الزمان هذا اللي حنا وصلنا ليه، لدرجه ان الانسان المهم البنات حاولوا ترقيو راسكم. الرقي دائما، الانسان فيما يبغي يخرج يرقي راسو، فيما يحس براسو عيان يرقي راسو. وهاد القسط الهندي راه بديك المرورة اللي فيه ديك الحرورة، فراه هي كتعالج باذن الله. والله البنات انا غير جربته وقلت والله حتى نجربو مع المشاهدين، باش اللي عنده شي مشكل ولا شي حاجه ما تعرف الانسان اذا شي حاجه. انا ما كنبخلش صراحه، اي حاجه استعملتها وجات معايا فانا راه كنشاركها معكم، وقلت والله حتى نشاركها معكم. فكنتمنى انكم تجربوها، راه زوينه بالنسبه اللي عنده شي مشكل فيحاول يجربها، راه زوينه بزاف وعن تجربه. وكما قلت لكم خذوه عواد وبخروا به المنزل ديالكم، فراه كيطرد الشياطين، كيطرد شحال من حاجه خايبه. الا عندك شي سحر في الدار، يعني كاع اي حاجه. وبالنسبه كما قلت لكم في المراه الامراض الصحيه، يعني عندك شي مشكل صحي فراه كيعالجوا لك، كيقاد الهرمونات، عندك الدوره الدمويه ما بقاداش. المهم راه عنده بزاف ديال الفوائد، فداك الشيء علاش انا شاركته معكم. انا عن تجربتي جربته حسيت براسي بخير. فراه من بعد معاناه البنات، راه لا يوريكم داك الشيء كان كيجيني نتابع شي مور شي شي مور شي شي مور شي، كنحل المشكل كندخل في الاخر، وديما مرضى مور مرضى. وما مرضتش غير انا، راه مرضوا حتى وليداتي تا هما مرضوا معايا. كينوض فينا واحد كيطيح الاخر، عاوتاني كيطيح الاخر كينوض الاخر عاوتاني. المهم داك الشيء والمشكل ما كيمرضوش غير مرض واحد، شويه هادي شويه كيمرضوا بحاجه اخرى، شويه هادي شويه كتلقى راسك انت مرضتي ما كاملش حتى يومين 3 ايام كيطيح الاخر، ما كتكمليش انت النوضه كيطيح لك واحد اخر. فتراكم عليا الحال ومشيت بحثت. فانا ما عنديش مع هادشي ديال البخور وهادشي، راه نهائيا البنات راه ما كنستعملش داكشي، ما كنستعملش دابا داكشي. ولكن ملي حسيت براسي داكشي فات الحد فقلت اكيد خصني نوض نعالج راسي، نشوف شنو ندير، لان هادشي راه كتر عليا بلا قياس. حسيت بصحتي كدوب، حسيت براسي. ودائما البنات كنعاني من المشكل ديال الراس، كنلقى راسي كيضرني، ما عندي زعما حتى شي مشكل، كنلقى راسي كيضرني بزاف، ديما راسي كيضرني. والمشكل كما قلت لكم ديما داري ما تتجمعش، ديما داري ديما مرونه، ديما كنحاول انني الجهد ديالي كله كنديرو، نهائيا والو ما كتجمع الدار. ديما الدار كتوصل ديك الليل كتلقاي الدار تقلبات. زعما ما عنديش شي دراري زعما الفوضويين ولا فهمتي، يعني ماشي زعما ديك الدرجه انهم يديروا ديك الحاله. ما فهمتش والله. تنقول هادشي يوميا ملي كنمشي عند الناس كنلقى فرق كبير بيني وبينهم. فاش تنقول ما يمكنش انا، علاش شنو المشكل عندي زعما، علاش انا هكا، علاش انا هكا، علاش انا تيبقى لي غير هادشي انا. يعني كتلقاي كتحطي ديك شي حاجه ما كتيسرش ليك، كتبغي غير تخدمي ما كتقديش تنوضي ديري شي حاجه، ديما مريضه ديما مسخسخه، ديما نتيا ديما كتحسي براسك حتى بنفسك ما كتحسي راسك ما قاداش تعتني براسك. تخيلي تحسي براسك داكشي كديريه بزز، فهمتيني، بحال غير مفروض عليك، ماشي واجب ديالك انك باغي تعتني براسك او شي حاجه. المهم هادشي اللي كاين. فانا ملي حسيت براسي وليت عليه بخير فقلت غادي نشاركو معكم. والله يعافينا ويشافينا من جميع الامراض، والله يشافي كل مريض. والناس بقاو تشوفوا اللي كتشوف شي حد يشوف فيه بالرحمه ويقول ما شاء الله على اي حاجه شافها، يقول ما شاء الله.